إلى جانب صناعة الأواني الخزفية، تشتهر الجزائر أيضا بصناعة ما يسمى عادة في المغرب العربي بتسمية الزلايج أو البلاطة الخزفية، التي جلبت من دول مختلفة تعاملت مع الجزائر خلال العهد العثماني. البلاطة الزخرفية أو الزلايج يستعمل في تزيين جدران المساجد والقصور والمدارس. ففي مدينة القصبة وحدها تم إحصاء أكثر من 113 نوعا يحمل زخارف متنوعة، أغلبها زخارف هندسية أو نباتية. فأمام هذه السنفونية الألوان التي تسر الأنظار وهذا الإبداع الذي يبهر العقول، فمستقبل صناعة الفخار والخزف في الجزائر ينبئ بغد واعد.